أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم كما العادة فيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم رجعت لكم بكريب محشية مالحة بحشوة اقتصادية تعمل 66 كيف. نودكم وشهيكم ونتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الطنجرة صغيرة حطيت 3 مغارف زيت مخلط، وعملت زيت زيتون وزيت نباتي، وقطعت راس بصل شرائح وحطيتهم يذبالوا. كيما تشوفوا غطيتهم وخليتهم يذبالوا لين ذبالوا باليدين. بعد زدتهم 2 قرون فلفل، واحد اخضر واحد احمر مقطعين حتى هم شرائح، وخليتهم يزيدوا يذبالوا شوية حتى هم معهم، واغطيهم ونخليهم على النار يذبالوا. هذه الحشوة اقتصادية وسهلة، نتمنى تجربوها وتعطوني رايكم. راي اقتصادية وسهلة، ما في اللي موجود في الدار تنجمي تعملي. زدتهم 3 رز سفناري برشتهم كما تشوفوا، ومعاهم قرع اخضر، قرع الصغير الاخضر برشته كما السفناري، وباش نحطهم يذبالوا حتى هما يتقلوا شوية في الزيت والفلفل والبصل والسفناري. حشوة سهلة وحلوة. زدتهم ملح وفلفل أحمر وشوية جنزبيل، ومعهم فلفل أكحل وكركم وحواء، الكل مغرفة صغيرة. زدتهم مغرفة مسترد وشوية معدنوس، 2 مغارف كبار معدنوس مقطع، وخليهم يذبالوا لين يطيب الحشو الكل يطيب مع بعضه. نزيدهم مغرفة صغيرة طماطم معجونة، خليهم يتقلوا لين يطيبوا بالكدا. مكونات الكريب: عندي 4 بيضات، 300 مليلتر حليب، شوية ملح وفلفل أكحل، ومعهم 3 مغارف زبدة ذايبة والفرينة. شديت في الخلاط، حطيت المكونات الكلها، وبعد بديت نزيد في الفرينة بالمعرفة. وصلوا لي حكاية 7 مغارف فرينة، وخليتها لا هي خاطرة لا هي طرية، لا هي جارية برشا ولا هي خاطرة. بالحساب جتني 6.5 فرينة. وانتي وعينك ميزانك، وانتي والفرينة زاد ساعات الفرينة تشرب أكثر، فرينة لا. بالنسبة لي يعني جتني 6.5 فرينة. بديت بشوية بشوية، وعينك ميزانك.
وهذا الخلوط متاع الكريب. نتعدى في الغاز، نحط قلاي ما يلصقش، نبدأ بالغراف، نهز الغراف ونحطه في القلاي، وبعد تالي نحسها كيفاش كي تعمل الفقاعات نقلبها، وهكذا دواليك نعاود كل مرة كعبة لين نتحصل على كعبات يعمل كيف، وكعبات برشا كونتيتي برشا. والحشوة هذه اقتصادية معها، وزيد الكريب ساهل، نتمنى تجربوه في رمضان، يعمل كيف، مملحات تعمل كيف وسهلة وما فيهاش شوية، فيها ريحة، حطيت لها في الاخر ريحة وبس. سهلة سهلة اقتصادية سهلة. بعد كيف جيت باش نحشاهم، حطيت لهم ريحة جبن مرحي الخلوط الحشو، وزدتها شوية. على شو قلت لكم الحشوة اقتصادية، معناتها تنجمي تعملي لها تنجمي تعملي لهاش. جربوها واعطوني رايكم، وان شاء الله ما تندموش. بعد ما كملت كعبة الكريب، جبت الحشوة، زدتها شوية تن وجبن مرعي، وباش نحشيها نحشي كعبة الكريب بالحشوة هيك. حطيت كعبة كريب كما تشوفوا فيا، حطيت فوقها الحشوة، ومن بعد نحط فوقها كعبة كريب أخرى ونلويهم. كما تشوفوا نزيدها شوية حشوة أخرى، ولين نكمل كعبة الكريب الكلها، وبعد تاني نزينهم. كما تشوفوا لويتها، وبعد نقصهم كل كعبة نقص على 3 ولا 4 كعبات، ونعملهم بالكوردون تاع الزينة، نزيدهم كعبة زيتون ولا ربيحة سلامي ولا شوية جبن، وكما تشوفوا فيا نطبعهم ونحطهم في الكعبات، منها يتشدوا الكعبات ما يتحلوش، ومنها زينة. وهذه كعباتنا الكريب محشيين بحشوة اقتصادية، نودكم ونشهيكم، ونتمنى تجربوها، ونخليكم في أمان الله في فيديو آخر ووصفة أخرى إن شاء الله.